رجعنا لكم من تاني واهلا بيكم. زميلنا احمد سعيد بعد شويه هيبقى معاكم. هو عنده ملف خاص بيه هيناقشه معاكم بعد شويه. انا سعيد جدا ان معايا واحده من السيدات المصريات، اعتقد ان هي دخلت التاريخ من اوسع ابوابه. سيده مصريه، هي الان عمرها 86 سنه، عصرت 6 رؤساء مصريين وملك هو الملك فاروق. هي اول ضابطة تدخل الجيش المصري، وشاركت كمان في حرب 48. احنا اليومين دول بنحتفل بأكتر من مناسبة. بنحتفل ب 23 يوليو، ثورة يوليو العظيمة. بنحتفل كمان بقربنا من الافتتاح التاريخي لقناة السويس يوم 6/8 اللي جاي. أهلا بيكي السيدة ابتسامات محمد عبد الله. اهلا وسهلا. اهلا يا فندم. منورانا. الله يخليك. وهبدأ معاكي من ثورة يوليو. انت من اللي عاصرتي ثورة يوليو، كنت واحدة من أفراد الجيش المصري في الوقت ده. احكي لي على الظروف دي والأجواء دي. طبعا الثوره لما قامت طبعا العالم كله كان فرحان يعني اكتر، احنا اكتر من العالم كنا فرحانين. فمشيت الثوره والحمد لله. وكان طبعا لها احداث معايا كتيره جدا. الثوره مع محمد نجيب وجمال عبد الناصر والمستندات والشنطه اللي كانت عندي والحاجات اللي زي دي، فلها ذكرى عندي جميله جدا. فكل ما بتيجي بقى الثوره بتذكر انا الايام القديمه دي، فببقى في منتهى السعاده. طب ما احكي لنا عن الشنطة دي والمستندات اللي كانت معاكي والثقة اللي كانت موجودة عند رئيس محمد نجيب، أول رئيس مصري بعد الثورة. ايوه، هو محمد نجيب كان صديق العائله. يعني انكل محمد، انا ما اعرفش اقول محمد نجيب. فهو كان بيخش ويخرج عندنا طبعا وزيارات، ويجيب الاولاد ولاده الصغيرين يوسف وعلي يلعبوا في الجنينه. كنت ساكنه في فيلا فيها جنينه، ويتغدى ويطلب اكل معين يعني فبعمله له وكده. ففي يوم من الايام قبل الثوره بقى جه بالليل الساعه 2، وجوزي كان في بعثه في الارجنتين. فهو جه بالليل خبط على الشباك، دخل الجنينه في سور بحديد كده، عدى الحديد السور ودخل خب. انا قلت مين؟ قال لي انا نجيب. افتحي يا بسبس. هو يقول لي يا بسبس افتحي يا بسبس. فتحت قلت له انكر، اتخضيت. شايل شنطه في ايده كده، قال لي امسكي خلي الشنطه دي عندك. قلت له فيها ايه؟ قال لي هنبتدي بقى، ما تبقيش لحوح، فيهاش حاجه، فيهاش فلوس. قلت له مش على فلوس، فيها ايه؟ قال لما لقاني مصره قال لي فيها الاوراق بتاعه الحدود ونادي الضباط. هو قال لي كده، هو لازم يقول لي كده، وما تفتحهاش وما تقوليش انا جيت وجبت لك شنطه لحد ما اجي واخدها. الشنطه دي باتت عندي ليله واحده، وتاني ليله لما جه خدها بصيت لقيت الثوره قامت. قلت لا بقى في سر. عقلي قال لا، الشنطه دي بقى كان فيها اوراق وكان فيها حاجات مهمه. بس ادي قصه محمد نجيب مع حكايه الشنطه. امي جرائد كنت انا سرت الموضوع عشان ان لما مشينا ما عملوناش حفله، ما قالولناش متشكرين بتاع كده. مشيتوا منين؟ مشينا من الجيش لما قالوا لنا امشوا. لما قامت الثوره بعد 5 سنين قامت الثوره. اما قعدنا شويه وبعدين قالوا لنا لا خلاص احنا مش عاوزين متطوعات ولا شكر ولا تورتايه ولا اي حاجه. فانا بقى رحت ساره الموضوع. فمجله اكتوبر هنا موجوده، راحت منزله صورتي على الصفحه الاولى من بره، وقالت سر الشنطه لمحمد نجيب مش عارف ايه وايه والملازم وبتاع. طنطاوي الله يديله الصحه والعافيه شاف الصوره قال هو احنا عندنا حاجه زي كده ازاي ده؟ فراح طنطاوي. ايوه. فراح باعت لي في البيت 2 عقده. تمام. كلموني الاول في التليفون، انت فعلا انت كذا انت قابلتي الملك؟ قلت ده كل ده على الموبايل. قلت لهم ايوه. انتوا مين؟ قال احنا وزاره الدفاع. تمام. فاتفضلوا جم قعدوا معايا، كتبوا خدوا صور وحاجات وكده وحكت. قالوا طيب كتر خيرك متشكرين ومشوا. ما فيش يومين ضربوا لي تاني تليفون، قال سياده المشير هيكرمك مع الممرضات في حفله ممرضات، فهنجيلك وتتفضلي حضرتك عشان هيكرمك. فرحت، جاني الساعه 7 الصبح بدري،
عربيه جيب مع عقيد، ركبت وقعدنا ورحنا وحصلت الحفله. وبقى وانا في الحفله بقيت كل اللواءات تيجي تسلم عليا ويقولوا لي شرفتينا شرفتينا شرفتينا، والله العظيم كانت حفله جميله جدا. ففضلت قاعده في الصف مع اللواءات لحد ما جه دوري وندوا عليا. كانوا عاملين بقى عربيات تمشي ويقولوا بقى العربيه كذا فيها كذا فيها كذا. فعربيه التمريض بتاعت المستشفى فايته، عربيه كبيره فيها صورة كبيره قوي بالزي العسكري، ابتسامات محمد عبد الله الاول في جيش مش عارف ايه، حاصله على نوت الجدار الذهبي، والستات اللي الناحيه الثانيه يزغرطوا وناس تسقف، وانا بقيت والله خجلانه ومكسوفه. المهم حفله كانت جميله. جه دور اتفضلي انزلي عند المشير، نزلت اديته التحيه العسكريه. مش كده لا، بالملكي، عشان دي كده العسكريه في فرق ما بين الاثنين. العسكريه هترفع ايدك كده، تمام. الملكيه هتعمل حركات كده من تحت. فرحت قال لي اهلا وسهلا مبروك، قلت له متشكره يا فندم. قال لي اتفضلي، وراح مديني ايه درع، برضه عندهم صوره للدرع بتاعي اللي اداهوني طنطاوي. وبعدين شاف صوره دي، قال لي ده مين ده؟ قلت له ده محمد حبيب يا فندم، العقيد محمد حبيب يا فندم، خدم القوات المسلحه 30 سنه. قال لي ما شاء الله ما شاء الله. اللي هو ده زوج حضرتك؟ ايوه ولا قال لي ما شاء الله. انت محتفظه لسه بصورته موجوده في قلبي، ما بتفرقكيش في قلبي. لان انا عشت معاه 54 سنه هنا وسرور، ربنا يرحمه. ولا عمري هشوف زي حد، ولا عمري شفت الايام دي جوازه بالشكل ده. كله باسبوع وتيجي تروح تقول مبروك تسلم عليهم. راحت فين؟ بيت بابا. راحت بيت بابا تعمل ايه؟ ما خلاص مفيش، عشان مفيش ثقه مفيش تفاهم. مفيش، ما اسمعش الودوده من حماتي ولا من سلفتي ولا من امي ولا من بيسمعوا هاتي وقولي له اعملوا سوي، ما ينفعش. والله عارفه المفترض يعني يبقى فيه تفاهم، لازم ثقه هو الاساس. ومفيش كذب. مفيش كده. ومفيش اجبار. لا وترضى بما قسم لها ان شاء الله يا رب. بس ما يبقاش اللي اتقسم لها غصب عنها، ما ينفعش. لا ما ينفعش. فانا 54 سنه والله ما زعلني ابدا ابدا يعني. لم نهار ما يزعلني ولا نشد مع بعضينا ولا حد يضربينا، وما نمش ما يخلينيش انام زعلانه. يجي يبوس ايدي يبوس دماغي، حقك عليا، انت زعلانه؟ لا ما تزعليش، ومش عارف ايه. وكان ايه يعني من الحاجات الطريفه، يفتح المحفظه ويديني 10 جنيه كمان. مش عارف ايه، خدي دي معلش عشان خاطر اقول له ليه انت بترشيني؟ يقول لي لا 10 جنيه دي كانت سنه كام؟ يعني في الايام الغبره اللي فاتت دي. من الغبره انهي غبره فيهم؟ الايام كتير والله العظيم. يعني الحقيقه كان، وبعدين راجل تقي ومصلي وراجل حبوب قوي، وهو كان مدرب كرة سلة في الاتحاد الرياضي العسكري. هو توفى من كام سنة؟ بقى له 7 سنين. تحياتنا لروح العقيد محمد حبيب. أيوة. زوج السيدة ابتسامات، اللي هي سيدة زي ما قلت بشوية، واحدة من المصريات اللي هم فرضوا نفسهم وكتبوا اسمهم بقوة في تاريخ مصر. الحمد لله. ربنا يتولاك، وانت انسانه جميله جدا. الله يخليك. خليني اقول لك، خريطه مصر اتغيرت كتير، يعني من الثوره، بعد كده جه عبد الناصر، وبعده السادات، وبعده مبارك. انت شايفه رؤساء مصر ازاي يعني على مدار ال60 سنه اللي فاتوا، وشايفه الوضع الحالي ازاي؟ هو والله بص، جمال عبد الناصر يعني كل واحد له سيئاته وحسناته. الرئيس جمال عبد الناصر كان راجل طيب، اللي حواليه كانوا مش حلوين. الحاشيه. ايوه. مش حلوين. وزي حسني مبارك كان كويس واللي حواليه مش حلوين. تمام. كده يعني كل واحد كده. اما السادات كان ثعلب. ثعلب. دماغ. بجد. وجريء. وجريء. الجرأة دي ما كانتش موجودة في عبد الناصر مثلا أو في مبارك بعد السادات؟ لا، كانوا لما بيتكلموا بتحفظ. لكن السادات بجرأة. لما يجي يخطب يشوف كفاية انه قال انا اروح لهم الكنيسة دارهم. مظبوط. يعني دي خلت
انا لما راح الكنيست، انا كنت مع اميره صاحبتي في السعوديه، كنا في منى، وهي جايبه راجل صغير كده، وانا كنت قاعده في الاتوبيس، هم قاعدين في الارض. فندهت لي قالت لي تعالي يا ابتسامات، تعالي اسمعي شوف رئيسكم راح فين. قلت لها راح فين؟ قالت لي ده راح. ليه يروح؟ زعلت. وكل العرب كانوا زعلانين، مش عارفين ان دي بعد ان ليه يروح كده، ليه مش عارف ايه. قلت لها دي سياسه اسمه الامير، احنا ما نعرفهاش، ما تتعبيش نفسك وتزعلي ولا حاجه، دي سياسه. حضرتك تابعتي ثوره يناير وبعدها ثوره 30 يونيو. انت طبعا في مخيلتك وانت واحده عايشتي كل اللي حصل في مصر من سنه نقول 40 لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها، ازاي شفت الفروق ما بين الثلاث ثورات اللي عاشها المصريين؟ هي الثوره اللي جت حلوه، وابتدت حلوه وابتدت كويسه، والواحد كده يعني حس براحه وبتاع. لما جت التاني بقى لخبطت الدنيا. يعني وبعدين بقى ابتدينا بقى نشوف البلطجيين ونشوف الحاجات اللي زي دي، يعني الدرجه اتغيرت كذا لورا. تمام. انت شايفه وانت واحده من الجيش المصري، شايفه اللي بيحصل حاليا في سيناء والاعتداء المتواصل على اخواتنا من افراد وضباط والحرب اللي بتديرها مصر ضد الارهاب في سيناء، شايفاها ازاي؟ والله يعني برضو معظم الحروب اللي دايره في سيناء دلوقتي، انا في مخيلتي انها بتبقى في جاسوسيين. في جاسوسيين هم اللي بيدلوا على اولادنا، لان بيفاجئوهم. صحيح. يعني وفي مركز، في حته، مش في حته واحده، في كذا حته. ده دليل على ايه؟ على ان تخطيط جواسيس. تمام. انت شاركتي في حرب 48، عايزين قبل ما نختم بس تقولي لنا ازاي شاركتي في حرب 48 وكان دورك ايه؟ تمريض المستشفيات العسكريه. طبعا تطوعت لما طلبوا في الجرائد انهم عاوزين متطوعات، 75 متطوعه في الجيش عشان يروحوا يجوا عشان ايه، كانت حرب فلسطين ابتدت. فانا قدمت وعملت الانترفيو مع نهد رشاد، الوصيفه بتاعت الملك، مرات الدكتور يوسف رشاد، هي اللي كانت متوليانا يعني. وقابلنا، سالت انت بتعرفي تدي حقن؟ قلت لها ايوه، انا كنت دارسه في الهلال سنه شفهي وعملي، ومع بضرب حقن. اي نعم. وانت ابوك مين؟ كانوا بياخدوا بنات العائلات. قلت لها والدي كذا فلان كذا، ولسه هحكي لها بقى على العيله واقول لها وجوز اختي ظابط مش عارفه فين. قالت لي لا بس انا عايزه الوالد. انا عايزه الوالد بس. طب خلاص، كتبت اسمي وكتبت اسامينا، قالت اتفضلوا روحوا. بعد شويه بعتت لنا جوابات وقالت لنا اتفضلوا تعالوا. رحنا، قالت اللي هتسمع اسمها ترفع ايدها. عشان احنا نقينا 75 واحده. تمام. والباقي يعني بعد ما ناخدكم الباقي يروحوا، ومتشكرين لهم وكده، يعني ما رضتش تكسفهم برضه. فطبعا جت قالت انا هقرا الاسامي بالرتب. احنا استغربنا. بالرتب كمان؟ ده واحده زميلتي جنبي قالت لي ايه ده رتب ايه؟ قلت لها عارفه هنبقى عسكري ولا شاويش ولا ايه؟ قالت لي ما نعرفش. بس لقيتها بقى ما نادت ابتسامات محمد عبد الله، الملازم ابتسامات محمد عبد الله. فرحت بقى انا قوي خالص، لانه كان نفسي ابقى ظابطه. نفسي ازاي ابقى ظابطه ما اعرفش، لان ابويا ظابط، اخواتي 2 شرطه ضباط، جوز اختي ظابط، والدنيا كلها طب اشمعنى انا؟ فبس وبعدين طبعا بعتتنا، عملنا الملابس عند الشيشنجي، وبعدين وزعونا على المستشفيات. وبعدين راحت قالت يا جماعه الحرب اشتدت، عاوزين 10 يكون اهلها موافقين وهي موافقه، هنسافر فلسطين، هنسافر غزه عشان في الحرب. فندهت قالت مين اللي يروح؟ انا رحت رفع ايدي. قالوا ده مين؟ وده عدت 1 2 3، خدت ال10 ورحنا مسافرين مطار الماظة، طياره داكوتا، مروحه واحده كده، وركبنا ورحنا نزلنا مطار العريش،
واستنينا القطر لما يجي، ولما القطر جه طلعنا غزه ورحنا المستشفيات هناك، وابتدينا بقى ايه المقاسي بقى، لان حرب وبتشوف بقى مقاسي صحيح يعني، ودؤوب وشغل بقى ليل مع نهار. تمام. بعيد عن المقاسي وايام عدى عليها سنين طويله، يمكن الناس اللي بتشوفنا دلوقتي بتقول ايه سر التألق اللي عليه السيده ابتسامات؟ الذاكره الحديد، سيده عندها 86 سنه داخله في 87، ربنا يديها الصحه وتعيش يعني قدهم تاني ان شاء الله. الله يخليك. يعني ابتسامتك موجوده، اسمك واخده كتير من اسمك، ابتسامتك موجوده وكمان ذاكرتك قويه. ايه السر؟ يعني احنا بنشوف ناس دلوقتي اللي عنده 50 سنه بنلاقيه بيهنج، لا 60 سنه مش مركز. لا ده انا وانا كان عندي 4 سنين ونص اقول لك كان في ايه. امسكوا الخشب بقى، هي هتقول لنا عندها 4 سنين كان في ايه. امسكوا الخشب بجد. ده سنه 31 والله انا كنت في واو في السودان مع والدتي بتزور ابوها، لان ابوها السلطان، ابوها سلطان ولا يعني انا برنسيسه يعني دلوقتي. يا برنسيسه. فكانت بتزور ابوها وانا كنت معاها في الواو دي، ففاكره كل حاجه، لان انا كان ليا توأم اخ انا. ففي السودان عندهم عقيده خصوصا جنوب السودان دول، ان لما التوائم بالليل بيسرحوا قطط. بيسرحوا قطط. فوالدتي لقت في حد من جيرانها عنده توائم، حد مفتوح، فخافت علينا، فراحت قالت للجيران كلهم، دارت بقى بعتت لهم محدش يضرب القطط بالليل. خالي بقى اخو والدتي قال لها لا، واحنا نتعب نفسنا ليه؟ احنا نجيب القط الاسود ونذبحه ونشويه ونوكله للعيال. فدي انا فاكراها، فاكره القط لما ذبحوه، فاكره القط لما شووه، فاكره القط لما قالوا لنا خدوا كلوا، بقينا ناكل احنا عيلين صغيرين ما نعرفش قط. يعني انت كلتي لحم القطط علشان خاطر عشان ما نسرحش، عشان ما تسرحوش بالليل. لا. يسرح بالليل دي في عرف اهل الصعيد، احنا سمعناها واحنا صغيرين، والناس في الارياف اي توأم ممكن، توأم ولد وبنت او بنتين او ولدين بالليل بعد ما الناس تنام يمشوا على شكل قطط في الشارع. لو حد خبط القط ده في دماغه ومات الطفل يموت. حد كسر ايد القط ايده الشخص او الطفل ده ايده بتتكسر. لو اتبطح القط حبيبنا الطفل الصغير ده بيتبطح. صح؟ ايوه. طب وانت نجيتي بعد ما اكلتوا طبعا لحم القط واتشوى؟ خلاص اكلونا اللي هم عايزين ياكلوه لنا. وانا كنت وانا صغيره حشريه، احب اتكلم واحب يعني كده، واسال على ده واسال على ده، يعني مش قاعده في الارض زي ما بيقولوا. تمام. يمكن السر في ذاكرتك عليه رحمه الله العقيد محمد حبيب، ولا في سر تاني؟ الذاكره القويه، الذاكره الحديد، الحنان والحب اللي انت عشتيه 54 سنه مع زوجك؟ لا هي والله يعني الحقيقه انا خدت من والدتي كل الطيبه والحنان، برضو طيبه والحنان، بس كانت بتحبني قوي زياده عن اللزوم ومدلعني جدا. فالدلع ده مش حلو على فكره، انا ما بحبش حد يعني، احب الستات اللي بيسمعوني دلوقتي ما يدلعوش ولادهم زياده عن اللزوم، لان الدلع زياده عن اللزوم وحش جدا للولد او البنت. للولد او البنت وحش جدا جدا مهما كان، حتى لو كان تقول ده ايه، ده وحيدي، ده ما اعرفش ايه، لا ما ينفع. لا نمسك العصايه من النص. في التربيه نمسك العصايه من النص، علشان خاطر ما يبقاش فيه ازمات او مشاكل. بالظبط. تمام. افتتاح قناه السويس على بعد ايام من دلوقتي، انت شايفه ازاي الافتتاح التاريخي؟ ده حاجه جميله، حاجه عالميه وجميله، وهتخلي العالم كله مش اللي كان بيبص لنا كده يبص لنا كده، يرفع دماغه شويه لفوق. هل حد وجه لك الدعوه انك تحضري؟ والله انا نفسي، انا طلبت من واحد من اعضاء بتوع الكتاب ده انه ياخدني ويوديني. ده انا كنت عايزه اروح امسك اسمه مين ده الفاس واعمل نفسي ان انا بقى واحفر، ادق دقه ولا دقتين، والله كان نفسي. وكان نفسي اروح اقعد اشوف اولادي اللي بيتعوروا اللي بيعملوا، لقيتهم جابوا طقم من المستشفيات العسكريه. نفسي اعمل اي حاجه. رغبه من اول ضابط او اول ضابطه في جيش مصر انها تشارك في حفل افتتاح قناه السويس. اتمنى ان رغبتها توصل
لفريق مهاب مميش، توصل للرئاسه، توصل على الاقل لمحافظ القاهره. يعني ما وصلتش لمهاب مميش، ما وصلتش الرئاسه، ما وصلتش للمعنيين بالامر، توصل لمحافظ القاهره. ليه محافظ القاهره؟ لان كل المحافظين عندهم اختار ان هم يختاروا من 50 ل 75 شخصيه هيشاركوا في احتفال القناه. فمن حق سيده زي دي انها تشارك في الاحتفال. هيكون اضافه للاحتفال، مش هيكون يعني زي ما هو يكون اضافه ليها، لا ده اضافه للاحتفال كمان. ان احنا عندنا ضابطه مصريه شاركت في الاحتفال، ضابطه مصريه عايشت ملك وست رؤساء، ونتمنى انها تعيش كمان وكمان بينا. الله يخليك. انا استمتعت ان كنت مع السيده ابتسامات. الف شكر سيده الله ابتسامات يخليك. محمد عبد الله، الله يخليك. وشكرا لتشريفك لينا العفو. بقناه انا اللي سي ار اتشرفت، تي. انا اللي اتشرفت. واتمنى ان رغبتك وحلمك انك انت تشاركي في احتفال قناه السويس يتحقق ويكون فيه استجابه ان شاء الله. انا بشكركم جدا، ويا ريت تكون سمعتوا السيده ابتسامات ونصايحها لكل زوجه انها تكون قريبه من زوجها، وزوجها يبقى حنين عليها ويديها 10 جنيه. ال 10 جنيه اللي هي اتكلمت عنها انا ما اعرفش من كام سنه، بس يمكن تسعيرها زادت دلوقتي، ممكن 100 مثلا او 200، مفيش مشكله. لكن دي سنة الحياة. هي فقدت زوجها العقيد محمد حبيب من 7 سنين، لسه بتحلف بيه، ولسه حتى من نبرة صوتها أنا حسيت قد إيه هي حزينة عليه. لسه برنامجنا ما خلص. أحمد سعيد بعد الفاصل هيكون معاكم، ومعاه بعض الملفات والأسرار. أنصحكم ما تروحوش في أي حتة. تصبحوا على ألف خير.